السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. انا معاكم ايمان المهدي. آه طبعا انا بشكر طبعا الناس اللي مشتركين معايا في القناة، اصحابي واخواتي وحبايبي. ونفسي طبعا الناس اللي مشتركتش معايا يشرفني طبعا ان هم يشتركوا معايا في القناة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. انا كده هنعمل طبعا مخلل اللفت. طبعا ده الموسم بتاعه. انت انت كده تحاولي دايما ان انت تجيبي الحاجة في اول الموسم بتاعها، بتبقى حلوة وجميلة وبتبقى لسه يعني ايه، بتبقى حلوة يعني. فانت زي ما شفتي كده في البداية ان انا جايبه اللفتاية الوسط، ما تجيبيش الكبيرة قوي عشان ما تبقاش شيخة من جوه. ماشي. والتقطيعة بقى اللي تعجبك. انا جبت حوالي 3 كيلو من اللفت، ونص كيلو من الجزر، وربع كيلو فلفل. وتقطعي التقطيعة اللي تعجبك. لو عندك سكينة مشرشرة قطعي بيها، ما عندكيش قطعي بسكينة عادية، اي تقطيعة يعني. انا جبت 2 لتر من المية، وحطيت عليهم كيس الملح اللي انتوا شفتوه ده، ونص كوباية من الخل، ونص كوباية من الليمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة كبيرة من الكمون. انا بحب دايما احط الكمون في كل المخللات. الكمون حلو جدا للمعدة. وجبت بنجراية كده صغيرة، وغسلتها طبعا ونضفتها وقطعتها كده زي ما انتوا شفتوها. آه هنملى طبعا البرطمانات. انا بحط انت لو عايزة تعملي اللفت بس من غير جزر، ليكوا حرية الاختيار. انت ما تتقيديش مش بمقادير، بامكانيات حد. انت على قد امكانياتك اعملي. مش عايزة تحطي جزر ما تحطيش، مش عايزة تحطي فلفل ما تحطيش، على قد امكانياتك اعملي. هاتي الحاجة واعمليها. وطبعا انت لو هتعملي كمية قليلة هتقللي المية، لو هتعملي كمية اكتر هتكتري المية. هي بس ده الاساس بتاع التخليل. ماشي. انا بحط الجزر مع اللفت، بحيث ان لو المية جه ملحها زايد سنة سنة، مش كتير. يعني لو الملح زايد قوي واتعمل في اللفت، طبعا ده ملوش حل. تحاولي تظبطي الملح في اللفت بالذات. فانا علشان وانا الحمد لله وبفضل الله يعني، انا ماشيه على المقدار بتاعي دوت، فالملح بيطلع مظبوط. فانا بحط الجزر طبعا بيبقى مسكر شويه. فلو الملح زايد سنه بسيطه، فالجزر بيمتص الملح الزياده في المخلل، وبيظبط لي الايه، المعادله بتاعت الملح مع المخلل. انا طبعا حطيت كده الميه. طبعا انتوا شفتوا الميه انا عملتها ازاي. الميه لازم تكون يا اما عندك، لو عندك فلتر تبقى هتجيبها من الفلتر على طول. لو ما عندكيش ومن الحنفيه، يبقى لازم تغليها وتسيبها لما تبرد. انت كده بتعقمي الميه. طبعا يبقى البرطمان مغسول ومتعقم كويس. انا بعد ما وانا بحط الميه رحت حطيت معلقه سكر صغيره على البرطمان، ورحت ضايفه بعد كده الميه، لان السكر بيخلي اللفت ما يتهريش، بيخليه يفضل كده حلو ومصحصح كده مش مهري لغاية ما يخلص. هو احنا كده فتحنا عليه بعد 3 ايام بالظبط، هتفتحي عليه وتاكلي منه. واللي بياخد شوية عقبال كده الفلفل. هو كده بعد 3 ايام. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه تحفة وجميل جدا. وبألف هنا وشفا يا رب للي كان منه، وبألف هنا وشفا يا رب للي هيعمله وياكل منه ان شاء الله. بألف هنا وشفا.